حكم يوسف بن تاشفين بحكمة وعدل، فكان يطبق الشريعة الإسلامية ويعرف بتواضعه وزهده رغم اتساع رقعة دولته. على الصعيد الديني دعم نشر المذهب المالكي واهتم بتحقيق الإصلاح الاجتماعي، كما عزز النظام الإداري والاقتصادي لدولته وجعلها واحدة من أقوى القوى الإسلامية في ذلك العصر. تميز يوسف بن تاشفين بشخصية قيادية جمعت بين التقوى والبساطة، فلم يغتر بفتوحاته العظيمة أو سعة دولته، بل ظل متمسكاً بالقيم الإسلامية في الحكم والإدارة. كانت سياسته قائمة على الشورى، وأحاط نفسه بعلماء الدين والفقهاء الذين ساعدوه في اتخاذ القرارات وفق مبادئ الإسلام. ساهم يوسف بن تاشفين أيضاً في تشجيع التعليم وبناء المساجد والمدارس، مما أسهم في ازدهار الحركة العلمية والثقافية في دولته. كان اهتمامه بنشر العلم والدين جزءاً من رؤيته لتعزيز الهوية الإسلامية بين شعوب المغرب والأندلس. توفي يوسف بن تاشفين عام 1106 ميلادية في مراكش عن عمر يناهز 100 عام، بعد أن ترك إرثاً خالداً في التاريخ الإسلامي حافظ على وحدة المسلمين وقوتهم في المغرب والأندلس، وأثبت أن الإيمان والإدارة الحكيمة يمكن أن يغيرا مصير الأمم.